السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير. معكم سناء ام ريان من شيوات سناء ام ريان. اليوم غادي نقدم لكم ان شاء الله سلطه الخضر متنوعه وغنيه ومفيده للجسم وكيبغيوها الاطفال بزاف. ندوزو ان شاء الله المقادير. فبالنسبه للمقادير عندنا المقارونيه اولا لي بيني مسلوقين في الماء والملحه، عندنا 2 بيضات مسلوقين، عندنا شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الملحه، شويه ديال الكروفيت مشحر في المعدنوس، وشويه ديال الثومه والزيت البلديه، فلفله مشحره في شويه الزيت البلديه والملحه والابزار، خيزو تا هو مقطع جوليان ومشحر في شويه الملحه والابزار وشويه الزيت البلديه، بصله مشحره في الملحه والابزار والزيت البلديه، شويه ديال السوريمي مقطع، وعلبه ديال الطون، والمايونيز بطبيعه الحال، والملحه والابزار لتصحيح الذوق. نبداو على بركه الله. فسمحوا لي كنسجل بيد وخدامه بيد. فبالنسبه للشلاضه غادي نضيفوا البصله هي الاولى مشحره كما قلنا، غنزيدوا ليها الفلفله مشحره حتى هي، غنزيدوا لها الجزر اللي شحرنا في الملحه والابزار، العلبه ديال الطون حتى هي، غنضيفوا شويه ديال داك المعدنوس اللي قردنا، نديروا شويه ديال الابزار، نصحوا الدق، شويه ديال الملحه بطبيعه الحال، نضيفوا المايونيز تقريبا شي 3 المعالق صغار، ونخلطوا الكل الخليط كامل، نخلطوه حتى نحصلوا على سلطه متنوعه. فمن بعد ما خلطنا السلطه على هذا الشكل نضيفوا ليها حبات ديال السوريمي اللي قطعنا، نخليو بعض الوحدات نديروهم نزينوا بهم من الفوق، ونقدموا السلطه ديالنا في طبق التقديم. فمن بعد ما قدمنا هذه السلطه ديالنا في طبق التقديم غنزينوها دابا بحبيبات ديال السوريمي، حبيبات ديال السوريمي نزينوا بها بحال هكا بطريقه عشوائيه بحال هكا. من بعد نزينوها بشويه ديال الكروفيت كما قلنا، مشحر شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الملحه والابزار هكا. سمحوا لي راني شاده التليفون بيد وكنصاوب بيد وحده. ثم كنزينوا الجوانب بانصاف البيض هكا. وهي السلطه ديالنا وكما وجدناها، وان شاء الله غادي تعجب الدراري ومفيده وصحيه.